بصوا الراجل ده لما شاف ابنه بيتشعبط في اللعبه دي، بصوا عمل في ايه. انا فكرت ان هو هيزعق له ياخده بعيد عشان حاجه خطر عليه، يعني لقيته بيصعبها عليه اكتر. بصوا عمل ايه. عشان لما نقول الناس دي فعلا اما بيعلموا ولادهم مهارات من هم صغيرين، العيل بيطلع ذكي جدا، بيطلع عنده لياقه بدنيه عاليه قوي. لما بيكبر بيقدر يعتمد على نفسه، يقدر يبتكر في اي حاجه يتحط فيها. فده اللي الناس دي بتعلمه لاولادهم، مش احنا بقى تعالى كده وخلي بالك واوعى والكهرباء وهتقع والكلام ده كله. لا، الناس دي ما عندهاش كده. بصوا طفل صغير، يعني انا بتهيألي الطفل ده، بصوا هو لسه لابس بامبرز. الطفل ده بتاع ايه، مثلا سنه ونص سنتين كده، يعني هو مش اكتر من سنتين سنتين ونص. بصوا ما شاء الله. بابا بيساعده ان هو يوصل للعبه، وببص بابا حط له اللعبه اصلا فين. فالناس دي اصلا بيعلموا ولادهم من صغرهم من الحاجات دي، بيعلموهم ازاي يبقى عنده لياقه بدنيه. غير كده هم في مدارسهم بيتعلموا كل الحاجات الحلوه الجميله قوي دي، ان العيل بيبقى عنده لياقه بدنيه، العيل بيبقى عنده ازاي يخترع، ازاي يبتكر. فبيطلعوا شعب فاهم، شعب واعي، شعب بيقدر يعمل من الفسيخ شربات. فبجد شابوه للناس دي، انا ببقى مبسوطه جدا وانا بتفرج عليهم. ويعني الواحد بيحاول قدر الامكان ان هو لو ابنه عنده موهبه يخلي باله، يقف جنبه يدعمه. ممكن تكون انت بتبذل اقصى جهدك عشان خاطر تعلمه تعليم عالي، وتعلمه تعليم احسن تعليم في الدنيا، ويبقى هو عنده موهبه تتفوق على تعليمه. يعني الموهبه هي اللي يظهر بيها، هي اللي تبقى مستقبله. فحاولوا تنموا مواهب ولادكم جنب علامهم. يعني العلام حاجه دي اساسيه في حياتنا، ولازم نعلم اولادنا كده ان العلام الحاجه الاساسيه في حياتك، وجنبها الموهبه. انت عندك موهبه فانا هنميها لك. فبجد الناس دي برافو عليها، برافو. انا بحب الفيديوهات دي جدا. ما تنسوش تكتبوا لي تحت بتتابعوني منين. انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت اللي زي العسل اللي شبهك، وكمان تحطي اللايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات حلوه تعجبكم. مع السلامه.